مساء السبت 7 كانون الأول 2024. ما حدا بسوريا ولا برات سوريا قدر ينام هذيك الليلة. الكل متسمر قدام الشاشات عم يستنى خبر واحد، خبر رح يغير عمر كامل. كانت ليلة ما بتمرق مثل كل الليالي، عيون ما غفلت، قلوب عم ترجف، ناس معلقة بين الدعاء والخوف. بعد ساعات تقيلة وصل الصوت اللي هز قلوب الناس قبل ما يهز المدن. الساعة الآن 6:18 تماما بتوقيت دمشق سوريا. من دون بشار الأسد قيادة الجيش تخبر الجنود بسقوط النظام. بهديك اللحظة الزمن وقف، ضلينا كتير عم نتجهز لهي اللحظة، وإنه بدنا نفرح، بدنا نكون أقوياء، بس قوتنا وعزة نفسنا خزلتنا وانفجرنا بالبكاء. الدموع كانت عم تطلع من أعمق مكان بالروح، كانت الدموع عم تنزل مع صوت مقهور، كانت خليط بين سنوات وجع والعمر اللي انسرق. كانت الدموع عم تذكرنا بكل بيت انهدم، ببلد مدمر، بكل أم فقدت ابنها بعد ما راح وما بقى رجع. بهديك اللحظات ما كان في عقل عم يفهم، كان في قلب عم ينزف وعم يشفى بنفس اللحظة. بس رغم حماس هداك اليوم بقي جرح واحد عم ينزف، باب مسكر بوش فرح السوريين، هو باب صدنايا. السجن اللي ما كان مجرد سجن، كان ثقب أسود عم يبتلع البشر بدون صوت وبدون أثر وبدون رحمة. بصدنايا في كتير ناس دخلت، بس كتير قلال اللي طلعوا. ناس اختفت، ناس دابت بين حيطان السجن، المكان اللي الكل بيخاف حتى يمر من جنبه. حتى أهل المعتقلين كمان مسجونين، بس برات السجن مسجونين بسنين واحتمالين بيقتلوا القلب. يمكن عايش، لا يمكن مات، لا ورقة ولا خبر، بس انتظار طويل وصور معلقة على الحيطان. ما كانوا يعرفوا إذا ابنهم تنفس آخر نفس ولا لا، ما كانوا بيعرفوا إذا لازم يضل عندهم أمل ولا لازم يعملوا العزا. أمهات كانوا يخبوا صور أولادهم تحت المخدة، يحكوا مع الصور بالليل، يسألوهم: أنت بخير يا أمي؟ بردان؟ جوعان؟ أكلت يا حبيبي؟ بس الجواب الوحيد كان الغياب عم ياكل الروح. آباء كبروا قبل وقتهم بسبب عجزهم، عم يناموا ويحلموا بلحظة يسمعوا فيها صوت من بعيد عم يقلهم طلعت القوائم واسم ابنك موجود يا أبو عمر ولساته عايش. صدنايا كانت جبل أسود واقف فوق صدر البلد، كل الناس ناطرة اللحظة يلي بتنفتح فيها أبوابه، ما لتشوف المساجين والتعذيب، لتشوف الحقيقة، لتعرف مين رجع ومين رح يضل غايب للأبد. ما كل الأسامي طلعت للأسف، ولا كل القصص كان إلها نهايات سعيدة. في ناس طلعوا أجسادهم ضعيفة، أصواتهم مقطوعة، عيونهم مفزوعة، متعودين على العتمة أكثر من الضوء. في ناس طلعوا لا بيعرفوا يوقفوا ولا بيعرفوا يحكوا، رجعوا من صدنايا عايشين بس ما عايشين مثلنا. في ناس ما اجا دورهم أبدا، لا جثمان ولا قبر ولا خبر، فقط غياب أكل العمر. مع ذلك اليوم مرت سنة كاملة على هديك الليلة يا بلدي، يا سوريا. اليوم مرت سنة كاملة على هديك الليلة، سنة كاملة على انتصار الثورة، سنة على أول نفس حرية دخل لرئة شعب مخنوق من عقود، سنة ولسه الوجع موجود، بس لأول مرة الوجع ما عم يكتم على تمنا. الناس عم تحكي، عم تبكي وبلشت تبني، الأمل عم يرجع شوي شوي، حتى لو بخطوات بطيئة، المهم إنه عم يرجع. الأولاد اللي ربوهم على الخوف صاروا يحكوا ويقولوا بكرة حنعمل وبكرة حنساوي، والعلم الجديد الأخضر علمك يا بلادي الرفع على بيوت لساتها بلا حيطان بس مليانة حياة. 8 كانون الأول
ما كان ذكرى سقوط نظام طاغية وبس، هو ذكرى شعب أعلن إنه ما بقى يخاف، وإنه رح يكتب تاريخه بإيده بعد كتب كاملة من دموع وسنوات طويلة من الدم. رجعت يا سوريا بعد عمر من الألم والدمع، ليال طال فيها السوى وقلوبنا لم تفقد الأمل. سنين طويلة من الوجع والحرب لم تكسر عزيمتنا، واليوم شمس الحرية تشرق على كل مدينة. كم أمن انتظرت ابنها بلا رجا، وكم طفل كبر بين أنقاض البيت والخوف، لكننا صمدنا رغم الألم رغم الجراح. وعادت أرضنا تنبض بالحياة رغم كل الخراب. كانون يوم رجعت الحرية، يوم ارتفع صوتك فوق دمار الكون. يا وطن الجرح ويا وطن العز، يا من صمدت رغم الألم اليوم يزهر النصر. يا أرض الصبر يا وعد الأمل، أشرقي بنورك بعد طول الليل. سنكتب للحياة أسماء على جدران الألم، ومزرع الفرح على رماد الأمس، ولزرع الفرح على رماد الأمس. يا مسير على الفرح على رماد الأمس. كانون يوم رجعت الحرية، يوم ارتفع صوتك فوق دمار الكون. يا وطن الجرح ويا وطن العز، يا من صمدت رغم الألم اليوم يزهر النصر. ميلاد فجر جديد اليوم نحتفل بعد كل الألم. يا سوريا يا حرة يا وطن، من رمادك يولد الأمل، ومن صبرك يولد النصر.